السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت لكم زي ما وعدتكم اعمل لكم الفيديو العربية بتاعت البيبي، ودي ان شاء الله بإذن الله المكونات بتاعتها. اول حاجة دي هتتقص 20 في 4 سنتي، 20 سنتي في 4 سنتي، ودول دايرتين. الدايرة القطر كله 8 سنتي، يعني انت هتفتحي 4 سنتي وترسمي الدايرة كلها 8 سنتي، هترسمي منها دايرتين. وهناخد 3 من دول، وعلى حسب ما تعملي بقى للبيبي، بنت تعملي ولد زي ما انت عارفة طبعا. وهناخد دول هنقص 3 منهم، هو كلها 14 سنتي، وناخد نقص من الجناب كده بالمقص هيدينا الشكل ده. هنقص منهم 3 ودواير يا دوب برضو دي قطرها سنتي الدايرة، نقص 4 ده للعجل بتاع البيبي. ودي الحليات اللي احنا هنحطها ايه على عجل. تمام. دلوقتي احنا هناخد دايرة من الدوائر، دايرتين طبعا هناخدهم الاتنين. ناخد واحدة هنعملها بالمنظر ده. ازاي نعملها بالمنظر ده؟ هناخدها نعملها كده، نقسمها بالنص بالظبط كده، وبعدين كده اهو. بعدين هنفتحها نلاقيها معلمة، هنقوم جايبين المقص، هنقص زاوية من الزوايا بتاعتها. المنظر ده كده تبقى الناحيتين بتوع العجلة. تمام. هنمسك اللي احنا قصيناه، اللي هي قلنا 20 سنتي في 4 سنتي، هنمسكها واحدة واحدة معانا ونلزقها بالشمع بالمنظر ده حواليها. هلزقها معاكم، نلزقه مع بعض. هنمسك الشمع ونمشي حوالين العجلة كده، حتة حتة كده، علشان الشمع ما ينشفش. ونلزقها، نحاول بقدر الإمكان يكون الحرف على الحرف بالمنظر ده كده. لزقنا ناحية من العجلة، ناخد الناحية التانية ونفس ما عملنا برضو كده، عشان تبقى بالمنظر ده برضو نعمل حواليها ونمشي حواليها. كده اهو لغاية ما نخلصها كلها. كده بعد ما لزقناهم الاتنين، هنبتدي ندخل الكلفة دي، هنلزقها هنا. هنا اهو من جوه كده، داير ما يدور كده. بعد ما عملناها كده، نبتدي بقى نعمل اللي احنا قصينهم. نلزقهم هنا اهو، هنا وهنا بالمنظر ده. والتانية فوقيها هنا.
المنظر ده. التالتة برضو معاهم. كده بقت معانا كده. تمام. ناخد العجل اللي احنا قصينه دواير ده، ونحط عليه كل واحدة الحلية بتاعته كده. كده اهو عجلات. وناخد الفيونكة اللي احنا قصينها دي كده، وناخدها نضغطها كده، ونلزقها بنقطة من الشمع كده اهو. تبقى بالمنظر ده. بناخدها هنا اهو، نحطها في جنب هنا كحلية كده تبقى. ونفس التانية برضو اللي احنا عملناها، نحطها هنا اهو. تبقى بالمنظر ده. وناخد العجل نحطه هنا. دي شوية عشان ما تلزقش. كده العجلة. ايه رأيكم؟ دلوقتي بقى الايد اللي احنا ايه، اللي هتشد منها العجل اهي. وبكده تبقى خلصت عربية البيبي. ايه رأيكم؟ ودلوقتي ايه رأيكم تيجوا معايا نعمل كمان سرير البيبي؟ نيجي اول حاجة هنقص دي 2.5 في 30. تمام، يعني طول 30 والعرض 2.5. وبعدين ناخدها كده ونلزقها. نحاول برضو نلزقها على بعض كده اهو. بعد ما نلحمها ناخدها نوقفها هنا، نلحمها برضو بالطريقة دي على شكل بيضاوي، يعني هي تبقى مدورة كده، احنا هنعملها كده على شكل بيضاوي، على شكل هيئة السرير بتاع البيبي. تمام. نلزقها برضو قبل ما نقص، علشان هنقصها عليها داير ما يدور. بالمنظر ده على شكل بيضاوي. هناخد نقص حواليها بعد كده. هتبقى بالمنظر ده. هنجيب ما عندنا اللي هو الدانتيل، اللي هو العادي كلفة الدانتيل دي. هنيجي نكشكشها كده بالطريقة دي. ناخد الإبرة نعمل كده كده اهو
كده مكشكشة مع بعضها كده اهو لغاية ما تبقى بالمنظر ده كده. نبتدي ناخدها هنلزق عليها دورين. الدور الاولاني هناخده من تحت كده نلزقه بالشمع كده كده. نفضل نمشي كده داير ما يدور السرير كده اهو كده. بعد ما لفينا عليه الدانتيل خلينا دورين، ولو انت جايبه دانتيل اعرض يبقى دور واحد. بعد كده بناخد بقى ده علشان نعمل بيه بقية السرير. ده يبقى عملنا السرير. ناقص ايه بقى؟ ناقص مرتبة البيبي والمخدة بتاعة البيبي. هنجيب سفنجة برضو نقصها على شكل بيضاوي، نحطها كده ونلزق عليها الايه البيضانة بتاعتها بالمنظر ده. عملت سرير البيبي بالمرتبة بالمخدة بتاعته. ايه رأيكم؟ واحنا طبعا كنا عاملين الشنطة وعاملين الشوز عاملينها في فيديو قبل كده، اللي عامل معاه مشاركة هيشوفه. والجديد بقى اللي هي العجلة والسرير. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراكات، وتسلموا لي يا رب. البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم، دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم. البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم، دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم. احنا اللي لبسنا الطبق واحد زمان، ستر وبطالة بعض حاسين بالأمان. احنا اللي لبسنا الطبق